فاكراه ان انا قعدت اعيط كتير جدا يومها، وبقت ماما مصدومه، هو انا بعيط ليه بالشكل ده يا اميره؟ ايه دي؟ عادي يا اميره. يعني الدنيا مش مستاهله كل الكلام ده. بعدين وانا بعمل سكرول ببص كده لقيت رساله كانها اشاره ليا ان حياتك هي مسؤوليتك. يعني ايه؟ يعني اي حاجه، اي عواقب مثلا بتجيلك من بره، اي حاجات بسيطه، هي مسؤوليتك. مسؤوليتك ان انت ازاي تدي ردة الفعل، او ازاي تحاول ان انت تخلي حياتك من شكل انت مش عايزه لشكل انت عايزه. فوقتها استوعبت ان انا ما كانش ينفع الوم على حد، ما ينفعش ان انا اتضايق من حد. هي المشكلة مش مشكلة حد، المشكلة ان انا لازم اطلع نفسي من الحاجة، او ان انا اساعد نفسي بنفسي بدون ما اعاتب على حد. فوقتها قررت ان انا هدرس في كوريا. ليه هتدرسي في كوريا؟ لان انا كنت وقتها كنت بدرس اللغه الكوريه في مركز ثقافي كوري معهد سيجون. قعدت فيه لحد ليفل 4، وكان بسبب كورونا طبعا الليفلات اتحولت ان هي تبقى اونلاين. هتتساءلوا طيب في الجزء الاول هل ده معناه ان انت فعلا هربتي؟ لا. معنى الهروب او معنى ان انا كنت عايزه اهرب، مش لازم الهروب ان انتوا تطلعوا من البيت تهربوا. في هروب بيبقى هروب من الواقع او هروب من الموقف. فبعدين أميرة الجديدة اتعلمت ايه من أميرة القديمة؟ ان مش لازم تهربي من مواقف، ومش لازم تهربي من الحاجات اللي بتقابليها في حياتك. لا، عادي ان انتي تحاولي تتواصلي احسن. اكتشفت ان انا وقتها ما كنتش بتواصل خالص، او بودي او بوري وجهة نظري بشكل ان هو يقنع اللي قدامي. فبدل مثلا ما اقول انا مش حابه ده، انا مش حابه، لا، خليكوا دايما تقولوا في حياتكم انا شايفه، او انا رأيي واحد اتنين تلاتة بالاقناع. مرة اتنين تلاتة اربعة، دايما لازم يكون بالاقناع، علشان اللي قدامكم ما يحسش ان قراركم اللي انتوا واخدينه ده هو قرار نابع عن ان انتوا بس لو جربتوا الحاجه هتحبوها، او ان انتوا بس عشان ما جربتوش الحاجه، او عشان انتوا بس عاطفيين زياده عن اللزوم. لو انتوا فعلا مش قابلين بالحاجه اتكلموا في الموضوع. انا مش حابه فكره واحد اتنين تلاته بسبب واحد اتنين تلاته. دي الحاجه اللي انا اتعلمتها على مر الاربع سنين بعدين، هي الا وهي ان انا ازاي انمي واطور طريقه كلامي مع الناس، وطريقه ابداء الراي عندي. وان احسن حاجه، احسن فن لاي علاقات اسريه، علاقات مثلا لو انت واحده متجوزه، لو عندك واحده صاحبتك، ان لازم تتكلموا مع بعض. انا متضايقه من كذا، انا مبسوطه من كذا، انا اتمنى ان ده ما يحصلش كذا. اهم حاجه التواصل. لو حد ما بيقدرش ان هو يتواصل، يبقى دي مشكلة عنده، ودي كانت مشكلة عندي للأسف. فعشان كده أنا عيطت، وكان دايما حاسة إن لا أنا الضحية. لا، لا، أنا مش الضحية. محدش فينا ضحية، كلنا بنقع بس في مواقف وعقبات علشان نتعلم منها. طيب ماشي يا أميرة، عملتي إيه في موضوع الورق؟ مش فاكرة الورق أنا جهزته في إيه، بس أنا فاكرة كل اللي أنا فاكرتها بقى كورونا كانت شديدة، المطارات مقفولة بسبب الطيران كان مقفول، فبالتالي ما كانش ينفع ان انا اعمل الباسبور المصري. فعملت كل الاوراق التانية، كنت خايفة وكنت على امل اللي يطلع لي الباسبورت المصري. واول يوم كان اعتقد 1/7/2020 فتح فيه ان هم يفتحوا الجوازات، رحت على طول عملت الجواز بتاعي. عملته كمان مستعجل لاني ما كنتش قادرة، ما كنت للتحمس. طيب يا أميرة، الورق خد منك قد ايه؟ الورق خد مني بتاع مثلا شهور كتير، انا مش هقدر اقول قد ايه. انا كنت عامله من كل ورق للجامعه 3 نسخ. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عامله حسابي ان انا هقدم على الجامعه دي والجامعه دي والجامعه دي. فانا كنت في نيتي او في دماغي كده ان يا أميرة انتي لو ما تقابلتيش في 3 مرات دول خلاص انتي مش هتروحي. وده غلط، وهقول لكم غلط ليه بعدين. المهم ان الورق ده كان بيخليني مفيش حد بيبقى عارف الاوراق 100 يعني. انا براسل الجامعه. عشان كده دايما نصيحتي ليكوا لما تكونوا عايزين تسافروا تدرسوا في اي دوله ايا كانت ايه، ما تسالوش الناس، اسالوا الجامعات. هو بيكون دايما في مواقع، الموقع اسمه GKS بالنسبه لكوريا، ده بالنسبه للمنح او على حسابكم، هو ده الموقع الرسمي. فانتوا بتروحوا بتشوفوا الجامعات شروطها ايه. مش فاهمين قوي الورق، بتراسلوا الجامعات، الايميلات بتقدروا توصلوا لها بمنتهى السهوله. دلوقتي عندنا شات GPT بيقدر يساعدنا ان احنا نلاقي الايميلات دي بسهوله. بتلاقوا الايميل تبعتوا لهم بالانجلش بقى بالكوري، انا مثلا عايزه ورق كذا كذا، منحه كذا كذا، او لدراسه كذا كذا كذا، سواء لغه ماجستير
او بكالوريوس او اي حاجه، بيبعتوا لكم الورق، بتشوفوا بقى الورق ساعتها وبتبداوا تعملوا سيرش او اسالوا شات جي بي تي. يعني بصوا انا مش سبونسرد خالص من شات جي بي تي، بس انا بس يعني انا بنصحكم تستخدموا شات جي بي تي، لان هو هيساعدكم في حاجات كتير جدا. انا كنت تايهه زي اي حد. رحت بقى اعمل ورق من هنا، يقول لي لا عايزين ختم من هنا، عايزين ختم من هنا. اخر ورقه كنت مفروض مستنيها من الجامعه بتاعتي ان انا اختمها، وقتها عميد الجامعه علشان كان فتره الامتحانات ما كانش بيجي الجامعه، كنت بقعد استناه بالاربع ساعات تحت الشمس في جامعه حلوان. انا كنت بموت حرفيا. بس الفكره اللي كان غريب جدا ان هما مش عارفين رقم العميد الجامعه، فمش عارفين يتصلوا بيه، ودي كانت حاجه غريبه قوي. لان بعدين لما جيت هنا كوريا اي حد تقدروا تتواصلوا معاه عادي جدا بسهوله جدا. امال انتم مصعبين علينا ليه طيب في مصر؟ فقعدت بتاع مثلا، رحت الجامعه دي 5 مرات، بقعد بقف في الحر بتاع 4 ساعات وال5 ساعات، وساعات اعيط واتنرفز لحد ما لقيت عميد الجامعه اداني الامضه. رحت وقتها علشان خلاص الحمد لله اختمها في مكان تاني برضه في الجامعه، وده خلاص الختم الاخير قبل ما يطلع على وزاره الخارجيه. اصل انتوا اي اختام لازم تطلع على وزاره الخارجيه قبل ما بقى تبعتوها للسفاره. فرحت علشان اختمها طبعا في ورقه الجامعه، دول قالوا لي مفيش امضه العميد، مفيش، مش شايفينها، لا مفيش. قلت لهم ازاي مفيش؟ المهم رحت تاني للعميد، وعشان استنى بقى ايام تاني الاقي ان العميد بدل ما يختم هنا كان خاتم هنا، which is اوكي يعني، بس هم كانوا هي دي كانت امضه العميد، اوكي ختموا لي. طب من الاول قلت عادي. بس انا عايزه اقول لكم ان الاوراق في مصر حقيقي صعبه جدا، فلازم يكون عندكم ساعه ان انتوا تصبروا. حاولوا احسن لو انتوا هتعملوا الورق ده وتحضروه، حضروه من الشتاء، عشان الشتاء طبعا الجو الطف من ان انتوا تفضلوا تتعذبوا في الصيف في الحر كل يوم زي ما انا عملت. المهم عملت الورق كله، اللي انا مش فاكره الستبس بتاعته، بس طبعا كل جامعه على شروطها، وانا بقول لكم راسلوا الجامعه عشان ما حدش يفتي عليكم، لان كل سنه الشروط بتتغير. عملت الورق، اول مره اترفضت، قعدت اعيط وانا كده حياتي، انا كده ما اعرفش ايه، وورق، وطبعا الورق مكلف جدا. بس الفكره تاني مره قدمت فيها، انا كنت من جوايا في حاجه كانها عارفين حاجه مثلا بتقول لكم لا يعني مش هتتقبلوا، حاجه زي كده. انا الشعور ده كان جاي لي. فتاني مره برضو ما اتقبلتش. وقتها بقى انا عيطت جدا وحسيت هو انا فعلا كده خلاص؟ هل دي علامه من ربنا ان انا ما كملش؟ وعايزين بقى نتكلم في حته العلامه دي. بصوا يا جماعه، ازاي يا اميره نعرف ان الحاجه دي مش مكتوبه لنا؟ او ازاي يا اميره نعرف نجيب شغف؟ هل يا اميره انت كان عندك شغف طول الوقت؟ لا، انا ما كانش عندي شغف اي حد لاي حاجه. انا ما قلتش لاي حد ان انا هقدم الورق ده، لان انا عارفه ان ما ينفعش اروح اسال حد ما سافرش قبل كده اسافر ولا لا. ما ينفعش اروح اقول لحد ما اتجوزش قبل كده او كاره فكره السفر اتجوز ولا لا. ما ينفعش اروح لحد عكس الحاجه واخد رايه. فبالتالي انا خليت رايي لنفسي. فانا ما رضيتش اقول لاي حد من صحابي، لاي حد من اهلي، لاي حد خالص، علشان انا لو كلمه واحده بس احبطتني، يا اميره انت هتفشلي، او يا اميره مش هتقدري. كنت ساعتها في الموقف اللي انا فيه ده، في الحراره اللي انا ماشيه فيها كل يوم دي، انا كنت عارفه ان انا فعلا مش هقدر، وان انا فعلا هروح البيت وخلاص سلام عليكم كده. فانا خليت ده لنفسي، ما كنتش عندي شغف كل يوم. في اوقات كتير جدا كنت بحس ان خلاص يا ستي ما تستسلمي وتعيشي بقى في مصر بقى، لان انا بحب مصر جدا. يعني انا دايما بكررها ان انا بحب مصر جدا. جيت بقى عند حته يا رب هل دي علامه؟ بصوا يا جماعه، اعرفوا امتى دي فعلا مش من نصيبكم او من نصيبكم. اعرفوا لما الحاجه بجد ربنا بيديكوا حب الحاجه في عقلكم وفي قلبكم، اعرفوا ان الحاجه دي هي اللي لازم تعملوها. طول ما هي في قلبكم وعقلكم، والحمد لله عندكم الصحه، والحمد لله انتوا على قيد الحياه، انتوا عايشين، يبقى معناها ان انتوا لازم تسعوا لها. لو انتوا بقى ما ساعدتوهاش، قلتوا اصل الدنيا، اصل انا اهلي مش هيوافقوا، اصل انا، دي اعذاركم انتوا، دي اعذاركم انتوا، ودي مسؤوليتكم انتوا، وانتوا اللي هتندموا عليها بعدين او مش هتندموا، براحتكم. الواحد بيحاول بكل الطرق، وفعلا فعلا دي كلمه انا سمعتها من حد ودايما كانت حلقه في ودني، حاجه اللي انتوا تحسوا بجد انا عايزاها، بجد انا لازم مهما كلفني الامر ان انا اوصل لها. لما يجيلكوا الاحساس ده اعرفوا ان انتوا غريزتكم كده تعمل اي حاجه، حتى لو انتوا تعبانين، حتى لو انتوا مش قادرين. تخيلوا كده معايا موقف، لما انتوا مثلا تكونوا حد اهاليكم مثلا قالوا لكم انزلوا اشتروا حاجه، لا مش قادره مكسله. ولا مثلا واحده صاحبتك بتحبيها قوي قوي
جت تحت وقالت لك افتحي لي الباب، هتنزلي تفتحي الباب؟ مش هتفتحي الباب؟ سامعاكي؟ لا هتفتحي الباب. امتى بقى تعرفوا ان هو لا دي الحاجه ما كانتش من نصيبكم؟ ان الحاجه لحد ما خلاص اخر يوم في عمركم ما خدتوهاش، طبعا بعيد الشر عنكم يا رب، سنين كتير يا رب. او ان مثلا بتلاقوا حاجه تانية او بديل تاني، حاجه دخلت قلبكم وعقلكم، حسيتوا ان خلاص الحاجه التانية دي ما بقيتوش بتفكروا فيها وما بقتش اولوياتكم، خلاص تعرفوا ان هي كده كده ما كانتش نصيب، فعشان كده ربنا ابدلكم بخير منها، وان فعلا خير منها ده انتوا عاجبكم اكتر. فهي الفكره ان ما تاخدوش ان اي صعاب تيجي في حياتكم هي دي علامه، هي دي علامه، لا هي مش هي دي علامه خالص. هي الصعاب دي لازم تدخل في طريقك علشان تكبرك وعشان تطور طريقه او سرعه حلك لاي مشكله انت بتواجهها. المهم بس انا طبعا عيطت وقتها، بس في المره الثالثه بقى عملت حاجه مختلفه تماما عن المرتين اللي قبلها. بصيت على الستادي بلان بتاعتي. الستادي بلان بتاعت المره الاولى والثانيه انا كنت حاسه ان هي عايمه جدا، جنرال جدا، يعني ليه عايزه تسافري كوريا عشان 1 2 3؟ لا، حسيت ان انا لازم بقى بجد اقول هما بيكونوا منتظرين منكم الخطه من دلوقتي ل10 سنين قدام، فقلت لهم فعلا الخطه من دلوقتي ل10 سنين قدام. دي اول حاجه. تاني حاجه انا نزلت جبت شنطه السفر، اللي هو اميره انتي مسافره، انتي مسافره. عارفين لما بتعملوا حاجه ناحيه يعني لما بتجيبوا حاجه تخص حاجه انتوا عايزينها، مثلا مسافرين مثلا مصيف، فتقوموا محضرين الشنط، انا مسافره يوم الخميس الجاي، فبتحسوا ان انتوا اكسايتد، بيخلي او بيعلي فكره اللي هو انا واثق يا رب باذن الله ان انت هترزقني بالحاجه دي. ليه؟ لان في الاول في الاخر انا عند حسن ظن عبدي بيه. فانا حطيت نفسي في حته ان انا احسس نفسي ان انا بجد مسافره، انا واثقه يا رب، انا واثقه يا رب ان انت هترزقني بيها يا رب، انا واثقه فيك يا رب، انا واثقه فيك يا رب. فعليت اكتر لان انا بجيب بقى شنطه السفر خلاص انا مسافره، اللي هو سيستمت عقلي. اول مره انا كنت انهزاليه اللي هو ممكن ما اسافرش، ممكن. ده مش لا مش عايزين المايند سيت دي معانا، مش عايزينها خالص معانا، مش هتنفعنا في الحياه اساسا، فاهماني؟ بعد ما اترفضت بقى اول مره، تاني مره اتقبلت، تالت مره وقتها انا جسمي ده قعدت اترعش، وقمت قلت لاختي انا اتقبلت بجامعه. قعدت تعيط. انا شي سو سنسير يا جماعه، يعني اختي بتحبني لدرجه ان هي بتعيط على فرحتي وعلى زعلي، بجد بحبها، ربنا يحفظها يا رب. فقعدت اتنطط بقى، وكان هنا فكره ازاي اقناع الوالد. الاقناع ده بقى حكيته في فيديو تاني علشان تتفرجوا عليه، ولكن كانت في كارثه هنا، الا وهي الجامعه اللي انا اتقابلت فيها كانت منحه جزئيه مش منحه كامله.